السلام عليكم. اجي نوجد معكم اليوم كوتليت بالخضره اللي كيجي ساهل وبواحد الشرموله اللي كتجي بنينه بزاف بخطوات بسيطه. تبعوا معايا. اول حاجه غنقادو شرموله اللي غنشرملو بها الكوتليت. غندير 4 كاس ديال الزيت، معلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه صغيره ديال الملح، والملحه كتبقى حسب الذوق ديال كل واحد، شويه ديال الزعتر ومعلقه صغيره ديال القزبور مطحون. وغادي نضيفو شويه ديال اليازير، تقريبا معلقه صغيره ديال اليازير. هاد الاعشاب المنسمه اللي هي اليازير والزعتر كيعطيو واحد البنه زوينه للكوتليت ديالنا. مورا ما خلطنا هاد الشرموله غنديروا فيها الكوتليت اللي عندنا ونحاولوا نخلطوا مزيان الكوتليت مع الشرموله حتى يتشرب لينا ديك الشرموله مزيان. انا هنا احتفظت به ساعه ديال المكانه ومشيت نقاد لاصوص اللي غادي ندهن بها الخضره ديالنا. بطبيعه الحال غنحتاجوا 4 ديال الكاس ديال الزيت مخلطه ما بين البلديه والروميه، معلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه صغيره ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال القزبور يابس، وشويه ديال القزبور ومعدنوس اللي مقطعين من قبل. غادي نخلط هاد لاصوص مزيان ونحطها جانبا. صينيه ديال الفران اللي غادي نفرشوا ليها ورق ديال الزبده. درت البصله اللي قطعتها دوائر، البطاطا اللي قطعتها مربعات، الكورجيت اللي درتو بشكل طولي، والجزر حتى هو اللي قطعته ولا خيزو اللي قطعته بشكل طولي. غادي ناخذ ديك لاصوص اللي وجدت معكم وغادي نحاول نوزعها مزيان على الخضره ديالي كامله. من بعد ناخذ الكوتليت اللي حتى هو وجدناه من قبل ونحطوه حتى هو بهذا الشكل. انا ناخذ الثومه اللي قشرتها من قبل وغادي نديرها فوق ديك اللحم، والزبده حتى هي اللي غادي نوزعها على اللحم من فوق ديال اللحم. كيف ما كتشوفوا شويه ديال عويدات ديال اليازير وريقه ديال سيدنا موسى. وهكا كيكون تتكون الطاوه ديالنا وجدات. غادي ناخذ الورق ديال الزبده اللي فزكته من قبل بالماء، نحاول نغطي مزيان الطاوه ديالي وندخلها للفران مده ديال ساعه د المكانه على نار مهيله 170 درجه من الفوق ومن التحت. المده ديال الطهو على حساب النوعيه ديال اللحم ديالنا. وهكا هذا هو الشكل النهائي ديال الطاوه ديالنا مورا ما خرجتها من الفران. انا تفقدت اللحم لقيته طايب، الخضره ديالنا كتكون طايبه. نحاول نقدمه في التبصيل ديال التقديم على الشكل اللي كتشوفوا. وهكا كيكون الطبق ديالنا وجد كيجي بنين ساهل في مجموعه ديال المكونات الغذائيه الصحيه منها الخضر واللحوم. ونتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك، كومونتير زوين، تشاركوا مع الناس اللي كتبغيو، اشتركوا في القناه لمزيد من الوصفات الصحيه وبصحه وراحه.